السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى الجمعة، قلنا كده نشمس حاجتنا. الشمس النهاردة جميلة. فتحت كده البيت وقلت بقى ما انضف اوضه الاطفال والانتريه. المطبخ عندي نضيف ما فيهوش حاجة. انا هنبقى نعمل كده صينية بطاطس بكفتة بس في اخر الفيديو خالص. زي ما انتم شايفين كده، دي الاوضة اللي احنا بنقعد فيها وهرسنا كله فيها، فبتبقى بقى فيها فرافيت وكده. فانا عايزة النهاردة بقى اشمس الحاجة. طلعت كده البطاطين. هشيل بقى دلوقتي المخدات واشيل فرش السراير ده عشان اغيره بالمره، بما ان الشمس جميله. بس بالامانه ما شلتش المراتب، يعني انا لسه مطلعاها قريب، فاكتفيت بقى بالبطاطين والمخدات واي حاجه كده عليها عايزه تشمس. هو في شويه هوا، فانا يا دوب شويه كده وهدخلهم تاني، يعني على ما اخلص مثلا فرش السراير والحاجات دي. وبعد كده اشيل الحاجات اللي في الارض واعمل واحطها في البلكونه. دي الحاجات اللي بنضف بيها. دي كده فوطه والمرال عشان تلميع الخشب. ودي كده الحاجات التانية اللي هي الشرشوبه والمساحه وجردل المسح. انا بحط في جردل المسح شويه برسيل جل، بيخلي ريحه الاوضه جميله قوي. ولو مره حبيت ديتول مثلا وشويه ملح وخل عادي، يعني حبه زهره كده يعني. دي حاجات اللي انا شلتها من على السراير اهو بالشكل ده. بطانيه كده الصغيره بتاعت بنتي والدفايات والملايات. ودي كده زي ما قلت لكم المقشه والفرشه والجاروف والمساحه والشرشوبه. هدي بقى كده المراتب بتاعتي تنفيضتين كده حلوين، وبعد كده هلمع الخشب بتاع السراير علشان افرش السراير. انا بستخدم مرال حلو قوي وريحته جميله، بتفضل كده في الاوضه اليوم كله. تمام. هبتدي بقى اللي انا كده المع الخشب والشباك اللي جنب السرير ده. هلمعه، هو ما بيتفتحش بالامانه، فانا بلمعه كده من بره وبحاول على قد ما اقدر يعني ان هو يبقى نظيف دايما عشان ما يدخلش تراب في الاوضه. والبلكونه برضو هلمع برضو الخشب بتاعها. المورال جميل قوي. في كتير بيقولوا جاز وكده، فانا بالامانه ما استخدمتوش يعني، وخاف على الولاد يعني من ريحته. فمره كده نبقى نجيبه ونجرب يعني. مكان التلفزيون برضو عاوز اللي هو يتلمع الكومودينو بتاعه. دلوقتي بعد ما عملت الخشب فرشت السراير بتاعتي وحطيت عليها اللي هو الكوفرتات دي، يعني عشان تدفي كده. ما عنديش الاتنين شبه بعض، فعندي واحده زرقاء وواحده خضراء، فقلت مش مشكله، هما يومين يعني وهيتشالوا تاني. حطيت المخدات بقى زي ما قلت لكم كده بره. هدخلهم بقى دلوقتي وادخل البطاطين وهطبقهم. يعني قعدوا لهم مثلا حبه حلوين برضو في الشمس على ما خلصت الاوضه. ده كده منظر السريرين بعد ما عملتهم ونضفتهم ولمعتهم وعملت كل حاجة فيهم. دلوقتي بقى هروح اشيل الحاجة اللي في الارض. يعني مثلا لو لعب او كده هعينها مكانها. الحاجات اللي هي الكبيرة هحطها على السرير، مثلا كرسي او كده، واطلع الحاجة بقى في البلكونة اهو بالشكل ده. طلعت كده المشايات والسجادة كده على البلكونة، يعني تاخد لها برضو حبة شمس كده وانفضها تنفيضة محترمة كده. دلوقتي بقى هدخل اكنس الأوضة وامسحها، وبعد ما امسحها هدخل على الانتريه على ما تنشف. يعني مش بستنى اللي هي تنشف مثلا، لا انا هسيبها بقى براحتها. وبعد كده ادخل على الانتريه اعمله وارجع لها تاني. تكون الارض نشفت وافرش السجاد. تمام. دلوقتي بقى اروح على الانتريه. الانتريه ما فيهوش حاجات كتير، السجاده بس عايزه تتكنس من عليها كده. مش هشغل المكنسه ولا حاجه لان بنتي الصغيره نايمه، فمش عاوزه ان انا ازعجها. فهمسك كده المقشه واقوم يعني مشطاها كده زي ما بيقولوا. وبعد كده هفتح البلكونه وهمسح الارض اللي باينه، الارض اللي باينه. والبلكونه برضو هلمع برضو الخشب بتاعها عشان تبقى نظيفه معايا. تمام. الانتريه ما فيهوش حاجه، اديته تنفيذ على السريع وكنست الاوضه ومسحت الحتت اللي باينه دي. ودي كده الشرشوبه والجردل بتوعي. وشلت السجاده الطويله اللي قدام السفره وهكنسها دلوقتي بعد ما اخلص الانتريه. تمام. دلوقتي بقى هروح اشوف العصافير بتاعتي وكده. انا دخلتهم من البلكونه، فهبص عليهم كده واكلهم، يعني احط لهم اكل وميه كده. هي بقت عصفوره، يعني انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان العصفوره اللي هي البيضه دي ماتت. تمام. فدلوقتي بقى انا مسحت اهو الدنيا كلها وهسيبها اللي هي تنشف. والحته اللي قدام الجزامه وكده، ده باب الشقه مفتوح اهو. هكنس بقى هنا كده. بنتي طبعا انا مش علاقاها فوق كده عشان ما تعملش الارض يعني. هكنس بقى المنطقه دي كلها وسجاده السفره، وبعد كده همسحهم. يعني همسح الاجزاء اللي باينه بس، اللي هي شقه نظيفه ما فيهاش حاجه، هي يا دوب تلميعه كده. ما نسيتش برضو الشاشه والبرواز، مسحتهم برضو. وبعد ما خلصت بقفل الاوضه تاني لان احنا ما عدناش بنقعد فيها. وبشد الستاره دي علشان برضو الولاد ايه بيدخلوا يوقعوا التكيات على الارض والمفرش كده يعني. فعايزه الاوضه دي تبقى نظيفه لاي ضيف مثلا جنه او كده، فالاوضه تبقى نظيفه. ده كده منظر الاوضه بعد ما قفلتها. ودي السفره بتاعتي بعد ما مسحتها ونضفتها.
وفرشت السجاد بتاعها تاني بعد ما الارض نشفت. ده كده الكونسول، ودي الطرقه اللي بتودي على المطبخ والحمام واوضه النوم. السلم ده بحتاجه كتير فحطاه كده جنب النيش. دي كده اوضه الاطفال بعد ما الارض نشفت. حطيت كده خلاص السجاد ودخلته. الاوضه مش بقفلها علشان دي الاوضه اللي احنا بنبقى قاعدين فيها طول النهار وكده. انا مغطيه بنتي بالدفايه دي لانها نامت بعد زن طويل طبعا. هروح دلوقتي على السفرة لمعها، وبعد كده احنا قربنا على الظهر، فهاخد بقى ادخل كده اخد دش واغير هدومي، وكنت حاطه مونوكير فهشيله علشان صلاة الظهر. في الاول كده هعمل السفرة برضو قبل ما ادخل عشان كده يبقى المطبخ بقى اللي ورايا وخلاص. تمام. دي كده السفرة انا سويت كده الحاجة بس من عليها، وحطيت فاكهة في طبق الفاكهة، وكنست الارض من تحت. وانا قلت لكم ان انا مسحت الصبح او من ساعة يعني بالشرشوبة كده، ولمعت كل الارض اللي هي اللي باينة دي. هروح دلوقتي على المطبخ. المطبخ ما فيهوش حاجه، كل الحكايه اللي انا هعمل الغدا. بس الاول هغير هدومي واظبط دنيتي كده. النهارده بقى هعمل صينيه بطاطس بالكفته. دي كده البطاطس هنا هعمل رق واحد بس، يعني مش هعمل كتير في صينيه كده. تمام. انا بقطعها كده ولا تخينه ولا رفيعه، اللي هي الوسط، وطلعت ده ربع مفروم. دلوقتي بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا بعمل يعني ساعات بشوح البطاطس كده وبعدين بحط عليها كفته. ساعات بعملها ني في ني، فانا هعملها ني في ني. ضربت كده 3 4 بصلات في الكبه. تمام. هحط نصهم هنا ونصهم هنا. بس طبعا هحط عليهم التوابل الاول عشان ادعك البطاطس بيها. دي كده البصل انا فرماه ناعم، مش حاطه عليه اي حاجه. لسه بقى هنحط التوابل وكده. ودي كده البطاطس هنقلها بقى في الصينيه بتاعتها. حطيتها اهو في الصينيه، هي مش كتير زي ما قلت لكم، يعني بطاطسيتين كده. لزوم النهارده بس، يعني انا بعمل الغدا على يومين بس، انا النهارده هعمل النهارده بس. تمام. دي كده البصل هحط شويه كده عشان البطاطس، وبقيه البصل ده هحطه على اللحمه المفرومه عشان نعمل الكفته. تمام. يعني ساعات بعمل الكفته احط لها بيض، ساعات احط لها بقسماط، فدي انا هعملها بالبقسماط. مش بقسماط، هو اللي هو الكريسبي ده، بتاع البانيه والحاجات دي، فطعمه حلو قوي، ليه نكهه كده مميزه كده، فانا هعمله. دلوقتي بقى هنزل بالبصل عليها. واحط التوابل بتاعتي. في البدايه هحط الملح، وعلى البصل بس اللي هو بتاع البطاطس هحط ملح وفلفل اسود وشويه كمون. بس هو ده اللي انا بحطه على اللي هعمل بيه البطاطس يعني. انما الكفته بقى هزود لها بهارات شويه، فهحط كده الملح على هنا وعلى هنا، واحط شويه فلفل برضو هنا وهنا، وبرضو حبه كمون. الكمون برضو في البطاطس دي بيدي ريحه كده حلوه للبطاطس، وبيخلي الصينيه كده، عارفه اللي هو ايه، بتبقى مميزه كده. تمام. دلوقتي بقى احط شويه شطه بس على بصله الكفته، مش هحط في البطاطس، يعني حبه صغيرين، هي مش حراقه اصلا، مش عايزاها حراقه ولا كده. هعمل بقى ايه، هحط بقى حاجات الكفته. بقيتها هحط معلقه كده من البيكنج باودر، بيخليها نافشه كده، ما بيخليهاش مكتومه، بيخليها طريه كده. يعني تقطمي كده تلاقيها حلوه. ده اللي بقول لكم عليه اللي هو الكريسبي، حلو قوي، ما بستغناش عنه بصراحه، جميل قوي في الكفته من غير البقسماط. هو بقسماط اصلا بس ليه نكهه كده. دلوقتي بقى احط معلقه سمنه من الكفته بتاعتي، او اللحمه المفرومه بتاعتي مش عامله قوي، فهحط لها كده معلقه سمنه، وهدعكها فيها برضو لانها مش سمينه قوي. واحط شويه خضره كده، انا ببقى مفرزاهم في الفريزر فاخدت كده شويه. دلوقتي بقى هعمل الكفته بتاعتي وادعكها كده كلها في بعضها بالشكل ده. مهم طبعا ان انتي تحطي بقسماط او كده عشان يبقى ماسك في الكفته، ما تبقاش فاكهه منك كده وتبقى وحشه. واللي انتي تدعكيهم كده كلهم في بعض، ويعني تشكليها، ولو اتشكيت معاكي يبقى كده تمام. طبعا حته السمنه اللي انا حطيتها دي هي من التلاجة، فعلى ما هتاخد فتره يعني على ما تسيح شويه. بس انا هحاول ان انا ادخلها كده وادخل كل المكونات في بعض علشان تبقى كفته حلوه وطريه ومتماسكه وكده وتبقى كده جميله اهو بالشكل ده. انا يعني بشوف ايه سمكها ايه ودنيتها ايه، لقيتها برضو حلوه اهو. انا بحط عليها خضره، بحبها انا بالخضره. ممكن ما تحطيش عليها ولا حاجه، وممكن تصبعيها كده في السياخ او كده، بس انا هعملها على الوش كده، يعني اي حاجه في سريعه يعني. لان احنا بقينا بعد الظهر والولاد بقى عاوزين يتغدوا. النهارده طبعا الجمعة، فأنا ساعات بنزل يوم الجمعة كده. نروح مثلا عند حماتي، نروح مثلا عند مامتي، نروح النادي أو كده. فالنهارده هنروح النادي. فأنا هعمل حاجة سريعة عشان أغدي الولاد قبل ما أنزل، وبعد كده نبقى ننزل.
تمام. البصله بقى اللي احنا حاطين عليها ملح وفلفل، هقوم بقى عاملاها وكمون، هقوم عاملاها كده في بعضها وادعك بيها كده البطاطس. هعملها ني في ني، مش هحمرها او هشوحها كده، لا انا هحطها على البوتاجاز من فوق وبعد كده هنزلها الفرن. هحاول ان انا اسويها كده لان هي رق واحد بس، مش عامله كتير. تمام. احاول ان انا اسويها كده يبقى شكلها حلو. وهجيب فلفل اخضر واحده بس، واحده كده من الفلفل الاخضر، وهقوم مقطعاها كده على الوش. انا عايزاه حتت كبيره كده وباينه عشان انا ما بحبش اللي انا اكله بعد ما يتهري. فبحط كده حتت كبيره باينه وبعد كده انا بشيلها اصلا، يعني يا دوب تعمل لي ريحه بس كده في الصينيه. دلوقتي بقى همسك الكفته بتاعتي واديها برضو تقليبه كده وهصبحها بقى عادي، اللي هي ولا تخينه ولا رفيعه، برضو اللي هو العادي زي ما بنعمل اي كفته. مش هعملها بالسياخ او كده، انا بحب اللي هي تبقى مخرومه من النص، بس دي عشان بقى في الصينيه فهعملها كده. هعمل واحدة كمان برضو وبعد كده هكمل انا مع نفسي وهظبط الصينية. لو انت عندك شوربة بقى اسقي الصينية دي شوربة، انا مش عندي فهحط واحدة مرقة وهحط كوباية كده من المية السخنة. المية مش مغلية ولا حاجة، هي مية سخنة يعني كانت في الكتل. ده كده منظر الكفتة. ربع كيلو عمل لي برضو حبة حلوين يعني مش حبة صغيرين. هحط كده واحدة المرقة، هو المفروض ان انا فرفتها كده بس مش مشكلة يعني. هي اول ما هتغلي هحاول ان انا اوزعها في الصينية كلها. هحط كده كوبايه ميه ولو احتاجت تاني هحطها. انا حاططها دلوقتي على البوتاجاز، يا دوب تاخد لها غلوه كده وبعد كده هدخلها الفرن واشغل عليها الشوايه. ولما الوش الكفته يتحمر هقلبها ياخد الوش التاني كمان عشان تبقى متحمره من كل النواحي. تمام. انا من فتره وفتره كده بقعد اهزها كده من على البوتاجاز علشان المرقه برضو تتوزع. هي ساحت خالص اهي. هحاول بقى ان انا انقلها كده في كل الاماكن. حبيتي ان انت تفرفتيها مفيش مشكله، ما حبيتيش ان انت تحطي اصلا مفيش مشكله برضو. هي الكفته بتنزل بقى سوائلها يعني في الصينيه، لان احنا عاملين برضو البصل وكده عليها، كله ده هينزل في الصينيه. هدخلها بقى دلوقتي في الفرن من تحت ومن فوق، اشغل الاتنين سوا. وهبقى اختبرها يعني واشوف اهو هي استوت. بس هنقل بقى هقلب الكفتة عشان تاخد الوش التاني كمان وتبقى متحمرة كده من كل الجوانب وتبقى حلوة. تمام. هدخلها بقى دلوقتي على الشواية. انا كنت عاملة من قبلها بيوم رز معمر، فكان فاضل نص الطاجن تقريبا، فسخنته كده في معلقه سمنه كده في الطاسه وحطيته اهوت. نتغدى بقى انا والولاد دلوقتي وبعد كده نبقى ننزل. النهارده ما كانش ورانا حاجات كتير، انا استغليت ان الشمس موجوده. عملت صينيه بطاطس بالفراخ بالكفته سريعه كده وبسيطه، وكان عندي رز معمر وشمست الحاجه بتاعتي ده. يعني انا بحب بصراحه ان انا الشمس كده تدخل لي واولع كده عودون بخور، واشغل سوره البقره الصبح النهارده الجمعه واشغل الكهف كمان. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك. وطبعا بعد ما خلصت الغدا شطبت مواعيني وبعد كده نزلنا على النادي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.